مشاهدينا اهلا بكم معنا وحلقه جديده من داخل المتحف المصري والجزء الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ امون اللي تم اكتشاف مقبرته في شهر نوفمبر عام 1922 واللي اكتشفها هوارد كارتر هذا الاثري والباحث الانجليزي في منطقه وادي الملوك بالبر الغربي بالاقصر. وتم اكتشاف المقبره وتحويل كل المقتنيات الى المتحف المصري في الدور الثاني اللي موجوده في ميدان التحرير. هنعيش مع بعض زيارة ورحلة في عمق التاريخ والآثار معا لنكتشف مقتنيات سر هذا المكان والدور الثاني بالمتحف المصري ومقتنيات توت عنخ آمون اللي بيرجع تاريخه لعام 1350 قبل الميلاد تقريبا. خليكم معنا وحلقة جديدة من داخل المتحف المصري. Hello my dear viewers, we would like to welcome you and invite you for a nice lovely visit to the Egyptian Museum, especially in the department of King Tutankhamun, which is in the second floor. All those different collections dating back approximately 1350 BC, and the tomb itself was discovered by Howard Carter in 1922. We would like to invite you to a nice lovely visit inside the Egyptian Museum. في بداية الزيارة في الدور الثاني من المتحف المصري بنشوف تمثالين لتوت عنخ آمون وكرسي العرش، وأيضا هذه الفاترينة اللي بتحتوي على 5 صناديق وشخليلة. إيه حكاية الصناديق وإيه حكاية الشخليلة؟ أستاذة ناجية، الصناديق حكايتها إيه؟ هو مقبرة توت عنخ آمون لحسن الحظ اللي وجدت كاملة زي ما حضرتك قلت إنها كانت بتحتوي على صناديق خاصة بكل مقتنيات الملك توت عنخ آمون من المجوهرات. لو احنا دخلنا داخل العرض نفسه بتاع مقبرة توت عنخ آمون هنلاقي قد ايه المجوهرات الملكية والتمائم كانت موضوعة في داخل هذه الصناديق. بنشوف كمان استخدام لبعض الأخشاب والتطعيمات على الخشب أيضا، فكانت في تطعيمات بالأبانوس على الخشب، وبعض الأخشاب كانت برضو بتصنع من أخشاب مستوردة من لبنان كخشب الأرز وهكذا. وكانت تحتفظ أيضا ببعض الأدوات الخاصة بالملك توت عنخ آمون الذي استخدمها في حياته اليومية. بنشوف بقى إن هذه الصناديق لم يتركها الفنان صماء هكذا، ولكنه أعطى طرز فنية وتشكيل لزخارف فنية، وفي بعضها تحمل خراطيش خاصة بالملك توت عنخ آمون مثل هذا الصندوق. بنشوف التطعيم الذهبي فوق الخشب، وأيضا كان بعض التطعيمات كانت بتبقى من العاج ومن الأبانوس على الأخشاب. بنشوف كمان السيستروم اللي حضرتك قلت عليه، الشخليلة ويقال عنها باللغة الهيروغليفية انها كانت لحتحور، كانت هي التي تعطي اصوات للإلهة حتحور في المعابد عند إقامة الشعائر الخاصة بالإلهة حتحور. كانت هي التي تميز كرمز للإلهة حتحور التي احتضنت الإله حورس. والإله حورس في العبادة المصرية القديمة كان يمثل الملك على الأرض، فكان يعتبر الملك كان يسمى أنه حورس
فلان حورس الملك فلان، إنه الملك حورس على الأرض يحكم كأنه الملك ملك السماء. 5 different boxes made out of wood, which is behind me, as Madame Nagia have explained, that have been discovered inside the tomb of King Tutankhamun, and the tomb will contain over 20 or 25 different boxes made out of wood. And by the way, ancient Egyptian people was import this kind of wood or partly from Syria and Lebanon. Plus the 5 different boxes, we have the sistrum, Shukhlila, that was a symbolic of goddess Hathor, goddess of love and warmness and giving as well. تمام. وحضرتك برضو كان في بعض الكتابات الهيروغليفية كانت بتمثل الإطار الخارجي لبعض الصناديق الخشبية، وياريت برضو حضراتكم الكاميرا تستعرض لنا هذه المجوهرات، وبنشوف قد ايه روعتها وقد ايه ان الفنان قدر يوظف جميع الرموز الدينية في مشغولات الذهبية المطعمة بالأحجار النصف الكريمة. The different boxes that we can see it, for example, it contains lots of different hieroglyphic writing, like the different cartouches of King Tutankhamun. And here we can see a different sign, which we call it Sematawi, or the symbol of the unification between Upper and Lower Egypt. And that was a very, very famous symbol during the ancient Egyptian time, as we can see it here. And the hieroglyphic writing on the box, and all those different boxes to contain, or it had contained, for example, jewelry or valuable stuff. هنروح لمكان تاني وأثر آخر وقطعة فنية أخرى داخل مقتنيات توت عنخ آمون والمتحف المصري. الملك توت عنخ آمون من ضمن مقتنياته كان بيفضل أن تدفن معه أيضا تماثيل الآلهة التي كانت تضمن له الحماية في العالم الآخر، وبالأخص تمثال الإله أوزوريس وهو إله البعث والخلود. ده طبعا باين حتى من اسمه أنه هو إله البعث والخلود، وهو لضمان حياته بعد الموت. فكانت تتم له لجثمانه عملية تحنيط للاحتفاظ بجسده، وكان المعتقد القديم أنه سوف يبعث جسدا وروحا، وسوف يكون أوزوريس في العالم الآخر. الإله أوزوريس هو أحد الآلهة المعروفة قديما، إنه كان أسطورة كانت تحكي إن الإله أوزوريس تزوج الإلهة إيزيس وأنجبوا الإله حورس. وبعد وفاة أوزوريس بعد مقتله من أخيه الإله ست، فكما تحكي الأسطورة أن إيزيس استطاعت أن تجمع أشلاء أوزوريس من كل أنحاء مصر، وبعد تجميعها قام مرة أخرى كما تقول الأسطورة. هذه الأسطورة كانت تمثل بدايات العقيدة عند الفراعنة، حيث أنهم كانوا يؤمنوا تماما باستمرارية الحياة حتى بعد الموت.
فأنهم سيقومون مرة أخرى وسيستخدمون كل ما كانوا يستخدمونه في هذا العالم، ولكنه سوف يكون بأسلوب جديد. وأيضا كانوا يظنون أن في العالم الآخر هناك أيضا جنة يعيش فيها الأبرار، وكانوا يسمون هؤلاء الآخو أو الأرواح النقية البرة يعيشون في الجنة. كل الكلام اللي قالته أستاذة ناجية عن هذا التمثال هو تمثال أوزوريس، واحد من التماثيل اللي موجودة ومحتفظة في الباترينا. All what we talk about, that the statue of Osiris, who is the god of the hereafter, and all the time the king preferred to keep in his tomb the statue, the valuable statue of the gods and goddesses, protect him in the hereafter. And God Osiris or Osiris, he is the god of the hereafter, and we know about the mythology of Isis, Osiris, and Set, and Nephthys, and Horus, and all the mythology that we know about it, that we just heard it from in Arabic from Madame Nagia. We're going to move to say something else about the statue of King Tutankhamun. هنقول بقى عن التمثال توت عنخ آمون، وحضرتك مكانك كده ممكن نتكلم عنه. التمثال اللي احنا شايفينه للملك توت عنخ آمون، احنا نقدر نقول عليه ان هو كان يوظف هذا التمثال لوضع الملابس الخاصة بالملك توت عنخ آمون عليه، زي ما بنقول عليه بلبكانة، يعني زي بنقول عليه بالعربي زي مانيكان. هذا المانيكان كان يأخذ أيضا الرأس أو الشكل المعتاد للملك توت عنخ آمون في حياته، واحتفظ أيضا بكل سماته الملكية، يعني رموز الملكية الخاصة بالملك توت عنخ آمون، حتى بحياته الكبرى المعتادة وهي رمز الملكية. بالنسبة في الشبشب والعقاد اللي موجودة في الفاترينا، طبعا الأشياء ديت كانت بتستخدم في حياة الملك اليومية، وكانوا بيفضلوا ان هم يدفنوا اشياء الملك المستخدمة معه اللي عند بعثه مرة اخرى يعاد استخدامها مرة اخرى. The statue that we're talking about is the statue of King Tutankhamun, which is made out of wood, and they have been used as a kind of model for trying the different clothes that he was wearing from time to time. Plus of that, we have the slipper or the flip-flop or ship, and some of the necklaces. And why they are used to keep all those different kind of stuff inside the tomb, because they have a very strong belief that they will use all different stuff in the hereafter, and that's why they buried all of that in his tomb. واتنقلنا قدام الباترينا دي اللي بتحتوي على ما يقرب من 365 تمثال صغير بيسمى بالهيروغليفي الأوشابتز أو المجيبين the answers. ايه حكاية الأوشابتي؟ أنا كده النطق صح؟ أوشابتز؟ شوابتي أو أوشابتي الاتنين صح. شوابتي أو أوشابتي. بعض الكتابات بتتنطق كده. ايه حكايتهم؟ دولت هم شيء كان الى حد كبير غامض، ان هم عدد كبير من التماثيل
بتأخذ نفس شكل المتوفى، الفرعون المتوفى، ولكنه في هيئة برضو أزورية، يعني الأيدي متشابكة على الصدر، وتأخذ إلى حد ما الجسم شكل المومياء، ولكنه كان عدد 365، بمعنى ان 365 بمعنى كأنهم يعملوا، كل واحد يعمل يوما بعدد أيام السنة. كانت توضع بجوار الفرعون المتوفى لخدمته في العالم الآخر إذا طلب منه أعمال شاقة. هذه التماثيل سوف تقوم بالقيام بكل الأعمال الشاقة بدلا عن الفرعون في العالم الآخر لمدة عام كامل. احنا عفوا، لان طبعا دي جزء من المعلومات، هل ده عرفناه من البرديات نفسها ولا ده تنظير من الأثريين؟ لا، من النصوص الموجودة على في المقابر نفسها، في مقابر الملوك، كانت توضع، وأيضا على كل تمثال هنلاقي برضو بعض الكتابات موجود فيها أنه يجيب الفرعون، وأنه تحت أمر الفرعون عندما يدعوه يجيبه. We speak about the Ushaptis or the answers or the 365 different statues, they call it, as we have heard, that they answer the king in the hereafter, and 365 statues represent each one for each day of the year, because the total number of the days of the year 365, and that's why the statues 365, but as well they are more than 365, because every group of persons or Ushaptis have a leader. Am I right? And this is one of the things, and that's why you will see it that it's more than 365. هم أكتر من 365 لأن كان في بعض السوبرفايزرز. حضرتك نشرح على supervisor like these ones, وبعدين gilded with gold here, and some painted statues. Yes. طبعا كان في مشرفين من خلال اللي هم اللي بيعملوا الاعمال الاجابه للملك، وهم السوبرفايزرز او المشرفين. and the statues represent each one with the Osiris figure cross arms like God Osiris of the hereafter.
مشاهدينا، ودايما هيبقى التاريخ شاهدا على كل هذه الحضارة اللي المصري القديم عاشها، وان المصري الحديث ما زال بيفتخر بيها. وجزء من الفخر هذه المقتنيات الثرية بالآثار، بالتاريخ، بالذهب، بالفن، من ضمن مقتنيات توت عنخ آمون اللي بترجع تاريخها لعام 1350. ده كان جزء من بعض الحلقات عن القسم الخاص بتوت عنخ آمون، واللي هنكمله في حلقات تانية جديدة من داخل المتحف المصري. Nice to see you. Nice.